أعزائي المشاهدين، طبتم وطاب مساءكم. نلتقي مع حلقة جديدة من كتف قانوني. شخصيات مهمة جدا في الكرة المصرية التي أثرت بشخصيات وأساطير ونجوم في الكرة المصرية وفي الأهلي خصوصا، وهي شخصية عبده البقال. طبعا كل واحد يجي يتكلم يقول لك ايه البقال، عبده البقال ده اصلكم ان انتوا بقال. عبد البقال هو الاسم الحقيقي ليه، هو عبد المنعم حسن عبد المنعم. عبد المنعم اللي هو عبده دوت من شبرا. خد ابتدائيه والاعدادي والثانوي، والراجل ده ما كانش بقال، بس اطلق علي هذا ال الوصف بانه بقال، لان هو كان شغال اداري في النادي الاهلي. فكانوا ما كانوا في فتره الستينات وفتره السبعينات، وهو برضه كان شغال في فتره اواخر فتره الخمسينات. فكانوا ما بيكونوا عاوزين ولا حاجه في خدمات، هو كان ماسك يعني اداري خدمات، واحد لعيب عاوز شقه، واحد عايز الاكل والشرب والحاجات دي كلها للنادي، مسافرين هيلعبوا بره هيلعبوا هنا، فهو كان بيوفر لهم الخدمات، يعني كان اداري الفريق. الفتره ديت كان الحاج عبد المنعم اللي هو عبده البقال. فكان اللي جاي بيتصل بيه كان بيتصل تليفونات، لا كان في موبايل ولا تليفونات في قلب المنازل او الشقق، فبيبقى موجود عند البقالين. ففي اطلق عليه ان هو كان مسجل النمره بتاعته البقال اللي تحت البيت عنده. اي حد من النادي كان يجي يتصل بيه وعايزه يتصل ويقول له اتصل بالبقال بتاع عبده، يتصل بيه ويجيبه وينزل يكلمه، عايز طب انا هاجي لك دلوقتي. فكان مسجل رئيس النادي او المدير النادي مسجله باسم البقال، عاوز عبده اتصل بالبقال، فاطلق عليه عبده البقال. فعرفنا اللفظ او دوت الوصف بتاعه ليه اطلقوا عليه عبده البقال. عبده البقال اللي هو الحاج عبد المنعم حسن عبد المنعم مش من الشخصيات النشيطه جدا وذكي جدا، وكان دمه خفيف. كان بيلف المحافظات كلها، وهو بيعتبر من اشهر مكتشف نجوم واساطير النادي الاهلي. يعني عندك زيزو، عندك الفناجيلي، ميمي الشربيني، طه اسماعيل، مكاوي، مختار، شطة، طاهر الشيخ، ثابت البطل، الخطيب، شوبير، ومدحت رمضان. كل ديت بتعتبر اساطير النادي الاهلي، وغيرهم كمان كان في لعيبه تاني، بس ايه على ما نذكر اسماء اللي موجوده المحصوره قدامنا. فالراجل كان نشيط جدا. كان في الفتره ديت فتره الستينات كان اللي ماسك اتحاد الكوره كان وزير الدفاع عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم عامر كان ماسك رئيس اتحاد كرة القدم. طبعا فترة الستينات دي على ما اعتقد ان برضو بنسمع او بنشوف التاريخ ان جم في فترة النادي الاهلي كان هينزل درجة تانية. فطبعا جه عبد الحكيم عامر قال لا، انت عندنا الاهلي والزمالك من اكبر الفرق، طب ليه؟ فراح مكلم جاب الفريق المرتجي. الفريق المرتجي طبعا جه مسك النادي الاهلي في الحقبة اللي هي فترة الستينات. عمل ايه الفريق المرتجي؟ طبعا اول حاجه عملها طبعا كان هينزلوا درجه تانية، وطبعا ما لغوا ان هو ينزل درجه تانية. راح حلق جميع اللعيبه شعرهم. المهم جاب علي زيور كان اداره الكوره في النادي الاهلي، وكان معاه اداري اللي هو عبده البقال. عبده البقال كان بيطلب منه لعيبه، طبعا اكتشف النجوم ديت وجاب لعيبه، وجاب يعني الخطيب وطاهر الشيخ ومختار كان لعيبه كبيره جدا والفناجيلي. فجه قالوا له احنا عايزين لعيب. جه فتره السبعينات كان هيدوكوتي كان ماسك الاهلي. طبعا كان بيقول له انا عاوز خط وسط، انا عايز مهاجم، انا عايز مش عارف ايه، كان عايز مهاجم
من كفر الشيخ راح جاب محمد عامر. محمد عامر من كفر الشيخ كان اكبر مهاجم هناك، وكان يعني كان معروف ان هو مهاجم قوي جدا. محمد عامر راح اتعاقد معاه وجابه. الخطيب برضه جابه. طاهر الشيخ راح جابه من كندا. طاهر الشيخ اللي هو مثل مع فيلم مع محمود ياسين ونجلاء فتحي اللي احنا عارفينه، طاهر الشيخ. طبعا في لعيب قال لك انا عاوز اللعيب ده، كان في الستينات وكانت في مشكله كبيره جدا، يعني نفس حكايه بتاع زيزو بتاع الزمالك في الفتره ديت. اسمه كان لمعي من المنصوره. راح هناك المنصوره وعاوز يتعاقد معاه. رئيس النادي في المنصوره هناك ما يعني ما افتكرش اسمه. طبعا قال لك ايه، لا انا ما نادي الطيران هو اللي عايز لمعي. فكان في ذلك الوقت كان في نادي الطيران كان في الدوري. فقال لك انا هودي مين؟ هودي لمعي، هوديه النادي الطيران. قال لك خلاص، لكن هو ما جاي سال نادي الطيران قال لك لا احنا مش عايزينه. فكان ورا الموضوع دوت كان نادي الزمالك كان عايز لمعي. كان عبد الحكيم عامر رئيس اتحاد الكوره ووزير الدفاع كان زملكاوي. رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي المنصوره كان زملكاوي. المهم عمال ان هو يخش يحاول ان هو يخش ياخد لمعي ويوديه النادي الاهلي. طبعا عراقيل بقى ومعوقات ومشاكل، لا انا عاوز رئيس النادي المنصوره، انا عايز يروح الزمالك مش عايز يروح النادي الاهلي لانه زملكاوي. المهم حصلت مشاكل وهنا وهنا. كان لمعي ده لعيب كبير جدا وكله كان عاوز ياخده. الاخر خالص والد لمعي راحوا النادي الاهلي وقعدوا هناك، وقال لك لا احنا نادي الطيران مش عاوزنا، ده هو نادي الزمالك، وتاكدوا بالفعل. وراح عبده البقال وخلص الموضوع وخلصه. في الاخر خالص لما عرف عبد الحكيم عامر مسكه وراح مشاه من النادي الاهلي. وقعد فتره كبيره لكن بعد كده ترجوه وراحوا مرجعينه تاني. فدي شخصيه عبده البقال. عبده البقال بيعتبر من اشهر مكتشف النجوم واساطير النادي الاهلي في فتره الستينات والسبعينات. طبعا في الفتره ديت وكبر بقى في السن وتعب. هو اصلا كان حارس مرمى بس في الناشئين، لكن اتصاب وقع على دراعه طبعا، فما بقاش يلعب فبقى اداري. آه كانت وصيه عبده البقال ان الجنازه بتاعته لما يتوفى الجنازه بتاعته تطلع من الجزيره من النادي الاهلي الجنازه بتاعته. وبالفعل توفى رحمه الله وطلعت الجنازه بتاعته من النادي الاهلي. فرحمه الله على عبده البقال. وراجل كان محترم جدا وراجل كان كويس وراجل كان ذكي جدا، يعني الجميع كان العين الثاقبه في النادي الاهلي اللي احنا بنفتقدها دلوقتي في جميع الانديه زي عبده البقال. فعرفنا ان اسم عبده البقال اسمه عبد الحميد حسن عبد المنعم. وكان راجل هو فعلا، يعني احنا عايزين نفس الشخصيات تبقى موجوده في الكره المصريه اللي اندثرت دلوقتي. مفيش العين الثاقبه لجميع اللاعبين في مصر. لا اللعيب ده لا ده كان بيكتشف لعيبه من المحافظات ممكن درجه تانية درجه ثالثه، وكانوا لعيبه الفناجيلي ومكاوي وزيزو ومحمد عامر والخطيب. خطيب كان في نادي النصر. فكانوا لعيبه مغمورين لكن هو كان بيركز يروح يشوف. فدي كانت العين الثاقبه. طبعا بعد كده اللي جه الاستاذ عادل القيعي. وعادل القيعي برضه كان بيجي بيخلص وبيجيب لعيبه ومش بس بناء على على كابتن الخطيب. واحنا بنشكر على تعليقاتكم وبنخص الاستاذ ايمن سالم وعلى التعليق بتاعه والكومنتات بتاعته وبنشكركم. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا.